بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام حباباتي. اليوم جيتكم بوصفة نتاع لي كراب. هذه الوصفة يخدموا بها أصحاب المحلات. العجينة تاعها تجي تتقرمش. وصفة ناجحة 100%. تبعوا معايا الفيديو للأخير باش تستفادوا من الوصفة، الأسرار نجاح هذه الوصفة. هنا في بول راح نحطو كاس ونص فرينة. هنا راح نخدمو المرحلة الأولى نتاع الوصفة نتاع لي كراب، راح نخدموها على مرحلتين. نديرو كاس ونص فرينة، نغربلوهم مليح. نزيد نضيف كاس الأول نتاع الحليب ونص كاس. هنا عندنا كاس ونص حليب. نضيف 4 ملاعق زبدة دائبة، تكون دافية ما تكونش سخونة. ونزيد نضيف الزيت، نزيدو نضيفو 4 ملاعق زيت. ملعقة صغيرة نتاع لافاني تكون معمرة، والرشة تاع الملح باش تعدل لنا الذوق. هنا نخلطوا المكونات مع بعضهم بلا فوي حتى يتجانسوا مع بعضهم. نخلطهم مليح باش ما يبقاوش هذوك لي غريمو. تبعوا معايا مليح كيف قاعده نخدم. نروحوا للمرحله الثانيه نتاع الوصفه. في بول نحطوا 3 عظمات، نحطوا 4 ملاعق سكر عادي، ونزيدوا نضيفوا الرشه نتاع الملح، ونخلطوا هذا الخليط نتاع البيض حتى يولي بيض كريمي. هنا هاني طلعته حتى نولي كريمي، حتى نولي نشوف الخطوط هذوك نتاع الروبو. شوفوا كيف جا طالع. طلعوه مليح بالباتور. نجيب الخليط الاول نتاعي ونضيفه على مراحل بالدفعات. هنا نخلط. انا هاني ضفت المره الثانيه، نخلط من التحت لفوق بلا ما نطيح الخليط نتاعي نتاع البيض. هنا ها هذه المره الثالثه اللي صبيت الخليط الثاني. نطلعه بشويه هكا، يعني نخلطه بشويه. هنا نغطيه ببابي فيلم ونخليه يريح. حوالي نص ساعة ولا ساعة. كي يريح ويخلص نجيب مقلاة تكون ما تلصقش، نحط فيها، نجيب البانسو. هذه الوصفة تخدموها بالبانسو، راكم ما تخدموهاش بالمغرف. بالبانسو ودهني المقلاة نتاعك. هنا كي تولي داغي نحيها، نحط الورقة الأولى ندهنها يعني ما نعتلكمش المرة الأولى. أنا دهنتها بالشوكولا تاع الطلي، وزدت حطيت عليها الثانية وندهنها بالشوكولا الطلي. ونكمل، تحبي ديري 3 4 5 انتي واش تحبي. هنا نطيبها مليح، لازم تكون طيبة مليح تجي تقرمش. شوفوا كيف طيبتها داغي. هادو لي كراب مش كيما اللي معرفين نخدمو عاديين. هنا بعد ما درت 4 طبقات ولا 5، هنا نجيب لوحة ونتكى عليها مليح باش يلصقوا لي في بعضهم مليح. من بعد نقسم لي كراب نتاعي.
نديرهم مثلثات. هنا راني نقسم فيهم. هاد الوصفة رائعة، تجي تقرمش، خفيفة، وتجي بنينة، تسخف بالشوكولا طالي، بالبنان، بالفخاز. انتي هنا الديكور لي من الفوق انتي واش عندك، انتي واش تحبي. هنا راح ندير طبقة الاخرى شوكولا للطالي، ونحط فوقها الفراز والبنان. انا كيما تحبي الديكور، تحبي ديري شوكولا برك خطوط، وما تحبي ديري لاباط بيستاش ولا تاع البوينو، انتي واش تحبي. كل واحد هنا واش عنده في الدار، وكل واحد واش يحب يديكوري. انا هنا كان متوفر عندي الفراز والبنان، خدمت به. جربوها والله وصفة رائعة، يعني تجي تقرمش وبنينة وناجحة. تبعوا معي كل الخطوات راح تنجحوا فيها. وما تنسوني شباباتي بلي جام، عاودوا فعلوا هذاك الجرس باش يوصلوا لكم الوصفات نتاعي. كي تعاودوا تفعلوه الوصفات راح لي فيديو راح يطلعوا لكم. هنا بعد ما قصيتها وحطيتها في صحن التقديم، رايحه نقطعها معاكم وندوقوها مع بعضنا ونشوفوها كيفاه جات. شوفوا كيفاه الشكل نتاعها، شوفوا الطبقات كيفاه. هنا راني قسمتها، جات بنينه تسخف. شوفوا كيفاش الشكل تاعها، جربوها ما راحينش تندموا عليها، حين تعاودوها 1000 مرة. انا خدمتها لي خلصت. ونشكركم حباباتي على متابعة هذا الفيديو. بارطاجيو مع احبابكم، وما تنسونيش بلي بلي كومونتير، فعلوا هذاك الجرس، ومازال نزيد نجيب لكم الجديد. وشكرا.